كيفاش نقدر نسمي المتغيرات في بايثون؟ يمكن الاسماء المتغيرات في بايثون تكون مختصرة بحال A و B و X في المثال تساوي واحد. تقدر تكون أكثر دقة بحال follower تساوي ELML مكتوبة بالحروف الصغيرة. تقدر تكون كلمة مركبة تحتوي على الرمز underscore بحال follower underscore count تساوي ELML. تقدر تبدأ بالرمز underscore. تقدر دير الحروف الأولين من كل كلمة كبيرة باش تفرق بين كلمات. تقدر تكتب الحروف كاملين كبار، أو تقدر تزيد أرقام في الآخر. الأخطاء اللي ممكن توقع فيها: إلا بديتي مثلا برقم غادي يطلع لك ايرور. إلا درتي وسط كلمة الرمز داش تا هو غادي يطلع لك ايرور، أو دير سبيس مثلا تا هو غادي يطلع لك ايرور. بالنسبة للمتغيرات اللي الاسم ديالها مركب من عدة كلمات صعيب باش تقراها، كاينين بعض التقنيات اللي كتساعدك كمطور باش تفكر أو تقرا هاد المتغيرات. أول تقنية كتسمى الكامل كيس. كل كلمة من اسم متغير كيبدا بحرف كبير كابيتال ما عدا الحرف الأولاني اللي كيكون صغير. كاينة الطريقة الثانية ولا التقنية الثانية كتسمى باسكال كيس، بحالها بحال كامل، ولكن الفرق بسيط أن الكلمة الأولى حتى هي كتبدا بحرف كابيتال، كتبدا بحرف كبير. كاينة التقنية الثالثة اللي كتسمى سنيك كيس. هاد الطريقة هي اللي كنصحو بها وهي الأكثر وضوحا وأكثر استعمالا. كنفرقو بين كلمة وكلمة من اسم متغير بالرمز underscore.